ما رح نتهاون ابدا قدام معركه اساسيه، معركه حريات بلبنان. حتى لا تتحول قضية مرسال غانم إلى مدخل لقمع الحريات وترهيب أكبر يستهدف الإعلام والإعلاميين، وقف الجسم الإعلامي والسياسي والصحفي متضامنا مع غانم ومطلقا جرس إنذار لحماية الكلمة الحرة بالتزامن مع مثوله أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. رغم الطقس الماطر انتظر المشاركون وصول غانم يرافقه محاميه الوزير السابق بطرس حرب بمشاركة سياسية لافتة تقدمها الوزيران مروان حمادي وملحم رياشي والنواب نبيل دفراج سامي جميل ونواب سابقون وممثلون عن مختلف الأحزاب، في مقدمهم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي شارك بتوجيه من رئيسه النائب وليد جنبلاط بوفد ضم النائب غازي العريضي وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض العدل المحامي نشأة الحسنية ووفدا من محامي الحزب ومفوض الإعلام رامي الريس ومفوض الشباب صالح حديفي وأمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد وأعضاء الأمانة العامة، إضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بغياب نقيبي الصحافة والمحررين. نحن أولا حضورنا اليوم رمزيته مهمة بأنه تثبت للعالم كله، الكل من حاول يصطاد بالماء العكر انه مرسال غانم هو مواطن عادي مثل كل الناس، خاضع للقانون جاي يمثل قدام القضاء اليوم. مرسال غانم لم يرتكب جرما جزائيا لكي يلاحق جزائيا. مرسال غانم خاضع للقانون، جان فغالي خاضع للقانون، وكلنا خاضعين للقانون، وهذا طلب ليطبقوا القانون مش يتجاوز القانون تيطبقوا غير شيء. السلطة لما بتحاول تسييس القضاء فهي الخاسرة، ونحن ثقتنا بالقضاء كبيرة، وبتمنى انه يكون تصرف القضاء بمستوى الامال معقود عليه. التسييس كامل في هيك نوع من ريحة ديكتاتورية صغيرة بس منيح عم تنشأ بالبلد بس لن تمر. واللي عم بيصير اليوم هو ترهيب لكل الإعلاميين، وعلى الجسم الإعلامي بلبنان أنه يوقف بوجه هيدي الحملة بالتضامن الكامل مع مرسال غانم ومع LBC، كرمال تنقول للكل انه هالانتخابات رح تكون حرة، الاعلام رح يكون حر، والصوت اللبنانيين رح يوصل لكل الناس. لن ينال احد من حرية اللبنانيين، لن ينال احد من حرية الاعلاميين، ولن ينال احد من الحريات السياسية في لبنان. هذه قيمة سيدفع الشعب اللبناني كل الأثمان لحمايتها، وبالتالي على كل سلطة سياسية أن تعلم جيدا بأنها لن تستطيع النيل من هذه القيمة. هي وقفة مع النفس، وبالتالي وقفة مع القناعات اللي كحزب تقدمي اشتراكي كمال جنبلاط حمى هذه الحريات عندما كان وزير داخلية الرئيس وليد جنبلاط متمسك بهذه القيمة، والحزب أيضا بكل مؤسساته وبكل أفراده. القضاء إذا ما وصل للعدالة يكون قضاء ما بيسوى. نحن مع عدالة ضمن القضاء وتحت سقف القانون، ولكن قبل كل شيء وفوق كل شيء مع قداسة الحرية، لأنه هي ولبنان صنوان. قدم النائب بطرس حرب مذكرة دفوع شكلية إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدة الذي قبلها، وعين جلسة لاحقة في 2 من شباط للبت بهذه الدفوع. خرج مرسال غانم من قصر العدل محاطا بالمتضامنين ومؤكدا على أن لا مساومة أمام معركة الحريات. رغم كل شيء اجوا حتى يقولوا لا لمحاولة قمع الكلام والكلام الحر. شكرا لكل الناس، ونحن دائما رح نكون إلى جانبهم، إلى جانب الكلمة الحرة، وما رح نخذل ثقتكم فينا. خوفنا الكبير من أنه تكون هذه المحصل اليوم هو بداية مرحلة أو خطة سياسية معينة لكم الأفواه ولضبط الحرية وضرب الحريات العامة. لا نزال نراهن على أنه في القضاء قضاة محترمين، نحن منراهن على أخلاقيتهم وعلى علمهم وعلى القانون وعلى استقلاليتهم لألا يخضعوا لأي ضغط من السلطة السياسية. خليهم يجربونا، قال رئيس مجلس إدارة LBC بيير الظاهر الذي دعا إلى صون الحريات في لبنان، البلد الوحيد الذي ما زال حاضنا للديمقراطية. وقت ارتدوا على صحافي وصاروا بدهم يأدبوه، بدهم يهذبوه، بدهم يقولوا له كيف بيعمل حوار، ومن بعد عدة أيام من المحاولة لنلاقي صيغة مقبولة لقينا أنه لا، الكلام اللي كان عم ينحكى أنه بدنا نربي LBC كلها سوا.
ساعتها غير موفر. غادر الجميع ساحة قصر العدل يختصرون المشهد بعبارة واحدة: عهد الوصاية فشل في تطويع حرية اللبنانيين، وأي محاولة جديدة لقمع الحريات لن يكتب لها النجاح، وستستمر المعركة مهما كانت الأثمان.